حياتنا باليها معنى ما فيش رجوع صوتنا مسموع markale taxanihii qaybtii labaad ee The Arab Spring kugii carabta ama kacdoonkii carabta markaana waxaan dul istaagi doonaa dalka Masar fadlan haddii ay tahay markii ugu horeysay aad soo booqatay page-keena ha hilmaami inaad saarto like iyo follow muuqaalkan aad la gareyso lana wadaagto saaxiibadaas si aan u helno saaxiibo wanaagsan oo adigoo kaleetood ah hagaag بلد فيها عدل، بلد فيها كرامة، بلد الإنسان فيها إنسان. Asmaa Maxfuud oo 26 jir ahayd ayaa ku qortay barteeda inay u socoto Qaahira fagaaraha Tahriir waxa ayna ku boorisay dhammaan kuwa doonaya inay badbaadiyaan dalka Masar inay ku soo biiraan xubintii aasaaska u ahayd dhaqdhaqaaqa dhalinyarada ee 6 Abriil. Ugu dambeyn Asmaa iyo 3 kale oo ka tirsanaa ururka dhaqdhaqaaqa ayaa sharaxaad ka bixisay telefishinka reer Masar. يا جماعة حرام عليكم، أنا نزلت وكتبت إن أنا بنت وهنزل ميدان التحرير وهقف لوحدي وهرفع يافطة يمكن الناس تحس، وكتبت رقم يمكن الناس تنزل. محدش نزل إلا 3 شباب، محدش نزل إلا 3 شباب و3 عربيات أمن مركزي، وكان الباقي جاي في السكة، وعشرات من البلطجية وظباط، وكانوا جايين بمنتهى الرعب. فضلوا يتكلموا معانا بعدونا عن الناس يمكن بقسوة شوية، بس أول لما انفردوا بينا قعدوا يقولوا لنا حرام عليكم كفاية، احنا منكم، احنا من الشعب، الناس اللي ماتوا دول عندهم حالة نفسية، حالة نفسية حرام بقى كفاية اللي بيحصل ده كفاية. كل الجرايد وكل حاجة تبع الحكومة أي حد بيموت من البهدلة والقرف اللي احنا عايشين فيه يتقال إن هو مات كده علشان عنده اختلال ولا مشكلة نفسية يروح عند مجلس الشعب. أنا بس بصور لكم فيديو عشان أقول لكم رسالة واحدة، عايزين ننزل يوم 25 لو لسه عندنا كرامة.